السادس معرفة علماء السنة واتباعهم، ومعرفة علماء البدعة والتحذير منهم. وهذا أصل من الأصول الستة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة. نحن الآن واقعين في هذه المشكلة، نظن أن كل بيضاء شحمة، وكل سوداء فحمة، وكل متبسط وإن كان متسلفه شيخا، كل واحد متبسط شيخ، كل واحد يسوى شريط ويوزع بين الناس شيخ، كل واحد يؤذن بمحاضرة شيخ، كل واحد يأخذ في القنوات الفضائية شيخ، كل واحد كتب مطوية شيخ. لا يا أحبة الفضلاء، لا أبدا أبدا، هذا موت أحمر، وهذا هو المحك، وهذا هو الاختبار. قال الله: ولتستبين سبيل المجرمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهناك مشكلة أخطر من عالم البدعة، أخطر من عالم البدعة، العالم الذي ظاهره السنة لكنه يثني على علماء البدعة. هذا موت أحمر، موت برتقالي، لأن ذاك لو موت أحمر ثم نكرر المشكلة. نعم، العالم الذي ظاهره أنه من أهل السنة، له غترة، شماغ، يلبس بيش، يخرج في القنوات الفضائية، بل ربما خرج في القناة الأولى والثانية والإخبارية والفضائلية والمسلميات، كم في قناة مسلمة ما شاء الله، والفاسقة والفاجرة، يقابله صالح، تقابله صالحة، تقابله كاسية عالية، يخرج. هذا مشكلته مشكلة، يتكلم دائما عن السنة، كلامه عاطفي، اللي يعرفون يعلمون أنه ليس من أهل السنة المحضة، وإن كان من أهل السنة العامة. العوام يظنونه من أهل السنة المحضة، لأن كلامه لطيف ولذيذ، كلام بالأخلاق، ببر الوالدين، بصلة الأرحام، يتباكى عن الإسلام. لكن يأتيه شاب من المسلمين يسأل عن فلان: هل أقرأ كتب فلان؟ فيقول: نعم. هو ما عمره قال في قنواتنا كلام فلان هذا، ولو قال كلام فلان ما يخرج في قنواتنا أبدا، يقولون، لأن كلام فلان خطر جدا، كلام فلان تكفير صراحا، فلان هذا يكفر المجتمعات، يكفر المجتمع، ولذلك لا يتجرأ ويقول: قال فلان في قنواتنا الفضائية المرئية، وإن كان يقولونها في القنوات الروادية والجرائدية يقولونها، لكن في التلفزيون إلى الآن ما عندهم جرأة، ما يقولون قال فلان التكفيري ولا غيره. فيأتي الشاب المسلم الصالح فيستفتي: أسمع لفلان يقول اسمع لفلان. طيب يا شيخ، ايش رايك بالذين ينقضون فلان؟ اتركهم، لا خير فيهم، جامية. فيعلق الشاب المسلم بدعاة التكفير والتفجير وهو ما كفر ولا فجر، لكن الدال على الخير كفاعله. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم، أنت ما كفرت ولا فجرت ولا قلت أخرجوا على الدولة باستلاء، لكنك زكيت داعية يكفر ويفجر ويجيز الخروج على الدولة باستلاء وحتم الخطوة. فأنت دعوته للهداية ولا دعوته للضلالة؟ تعاونت معه على البر والتقوى ولا تعاونت معه على الإثم والعدوان؟ هذول أخطر طائفة، اي والله خطيرين جدا. اسمحوا لي، هذول موت أحمرين ولا موتين أحمرين. اي والله هذول هم اللي ما لقينا لهم علاج، لأن العوام واثقين فيهم، وكثير من أهل الحل والعقد واثق فيهم، لأنهم يتلونون
ما شاء الله، عند الدولة له وجه وعند الشباب له وجه آخر. فقضية نهوض الأمة ما تنهض الأمة إلا على العلماء الربانيين اللي وجهه واحد له وجه واحد. ما تنهض على المتلونين، ما تنهض الأمة على إلا عالم يدعو للسنة وأهل السنة وعلماء السنة ويحذر من البدعة وأهلها. كان السلف يقولون لا تجالسوا أهل البدع فيمرضوا قلوبكم، وهذا يقول اقرأوا لفلان المبتدع واقرأوا لفلان المبتدع ويالدين كلام فلان المبتدع ومشترك هو وياه في قناة فضائية، هو وياه سوا متصورين سوا بصورة واحدة ما شاء الله تبارك الله، حليق ومسبل حالة ما يعلمها إلا الله، واللي قال ابليس ما كفرت يا جماعة والكلها ما شاء الله تبارك الله. إذا أنت الآن سببت بلاء بالأمة ولا ما سببت بلاء للأمة؟ أنت الآن نهيت الشباب عن الأخذ من علماء السنة ودعوت الشباب إلى الأخذ من علماء البدعة. يا ويلك يوم القيامة، والله تتحمل، والله ما فجر شبابنا وما كفر شبابنا إلا بفتاوى يظنون أن أهلها علماء. وإلا كيف شاب يقتل نفسه يفجر نفسه؟ كيف شاب مسلم يفجر في عاصمة الإسلام اليوم الرياض؟ كيف يفجر لولا وجود عالم بش وعقال وبصرة وشمار وقناة فضائية يخرج فيها؟ من لمعه، من أظهره، من جعل الشاب يضرب بكلام هيئة كبار العلماء عرض الحائط. هيئة العلماء تقول لا تفجر، لا تكسر، لا تكفر، لا تذهب العراق، فتن. يضرب الشباب بكلام هيئة كبار العلماء، بكلام المفتي، بكلام الأئمة المتبعين كتاب السنة عرض الحائط، ويفجرون أنفسهم ويكفرون المجتمعات ويكفرون آبائهم وأجدادهم ودولتهم ويذهبون في رايات علمية يقتلون أنفسهم. يعني هذا الكلام أخذوه من المغنين والمغنيات والرجاصين والرجاصات؟ أبدا، أخذوه من أناس يظنوا أنهم طلاب علم لمعوا وزكوا. ولذلك لن تنهض الأمة حتى نبين العالم الرباني الذي يؤخذ منه والعالم البدعي الذي يهجر وإن كانت لحيته إلى سرته أو ملء صدره. فليست يعني هذه الظواهر أو التجمل في الظاهر، والقضية الاتباع. وهذه أصل ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أصوله الستة، وهذا الذي يعني قطع ظهور إخوانكم هؤلاء الدعاة المتربصين بأهل السنة المستعدين لأهل السنة. بل والله إنهم يستعدون الدولة على أهل السنة، يستعدون العامة والخاص على أهل السنة، يستعدون العوام على أهل السنة. تمزق المحاضرات، تمزق الإعلانات، يسب الواحد ما عمره شافه ولا يعرف أبيه، لأنه سمع واحد يقول جامي ما يحضر أبدا، لا تحضر لا تسمع. ودعاة البدع والضلالة والأناشيد في القصيم بلد التوحيد الآن المسابقة الإنتاجية، الأناشيد الصوفية وأناشيد الحزبية وأناشيد التكفير في القصيم الآن مسابقة للإنتاج. كبار علماؤنا يقولون بدعة ضلالة، ضرب بكلام هيئة كبار العلماء عرض الحائط وجعل سباق للإنتاج التكفيري